بصوا يا جماعة، هنعيد تاني. الهيئة العامة للرقابة المالية طلعت بيان واضح وصريح بتقول فيه بكل وضوح ما تنجرفش ورا أي إعلان بيقولك هات فلوسك نستثمرها، أو أي إعلان بيقولك تعالى حط فلوسك في أدوات مالية أو في مشروع بدون ما يكون ليه ترخيص. في منصات وأشخاص عاملين إعلانات بيطلبوا من الناس فلوس على أساس إنها استثمار، بس الحقيقة إنهم مش مرخصين، ودي حاجة فيها مخاطرة عالية جدا، ولو حصل لك مشكلة مفيش جهة هتضمن لك حقك. الهيئة كمان في بيانها رصدت ناس بتتكلم عن الاستثمار في العملات المشفرة أو في الذهب الرقمي، وبرضه دول لازم يكونوا مرخصين ومصرح ليهم، ولو مش كده يبقى اللي بيعملوه مخالف للقانون، كمان هيتعرضوا للمساءلة القانونية. الخلاصة في النقطتين اللي أنا هقولهم لك دول: النقطة الأولانية إن الهيئة نزلت البلاك ليست أو القائمة السوداء للشركات اللي مش واخدة ترخيص وبتشتغل في أنشطة مالية غير مصرفية، وأول حاجة لستت في القائمة دي هي شركات التمويل الاستهلاكي أو الشركات اللي بتمول الأفراد بدون ما يبقى عندها ترخيص. النقطة التانية إن لو أي حد بعت لك عرض استثمار أو إن هو ياخد منك فلوس ولقيته إن هو مش واضح أو غير مرخص، هتبعت للهيئة العامة للرقابة المالية عشان تتأكد بنفسك، والإيميل المخصص للكلام ده اسمه whistleblowing@fra.gov.eg. ولو عايز تعرف الشركات اللي موجودة في القائمة السوداء اكتب في الكومنتس بلاك ليست وهبعت لك لينك القائمة كلها عشان تبقى موجودة عندك. خلي بالك، محدش هيهتم بفلوسك أكتر منك. ما تضحيش بفلوسك عشان حلم الثراء السريع أو إن أنت تكسب بسرعة، وتأكد من الجهة قبل ما تستثمر، وراجع الويب سايت بتاع الهيئة العامة للرقابة المالية عشان تعرف الشركات المرخصة، وبس كده.